السندباد هو بحار شجاع يخوض مغامرات بحرية رائعة، يواجه مخلوقات غريبة ويتعرض لمخاطر جمة في رحلاته السبعة، ولكنه دائما ما يتمكن من النجاة بفضل شجاعته وذكائه. جدي، هل يمكنك أن تخبرني قصة إحدى رحلاتك البحرية؟ بالطبع يا سندباد، سأروي لك قصة رحلتي الأولى. كانت البداية عندما قررت أن أخوض مغامرة في البحر لأول مرة. انطلقت في رحلتي الأولى مليئا بالحماس والشجاعة. أبحرنا لعدة أيام حتى وجدنا جزيرة غريبة. قررنا أن نأخذ قسطا من الراحة هناك. ما هذا؟ الأرض تتحرك. هذه ليست جزيرة، إنها حوت عملاق. كانت الجزيرة في الواقع حوتا ضخما كان نائما. استيقظ الحوت وبدأ في التحرك، مما جعلنا نقفز إلى السفينة ونبحر بعيدا بسرعة. أمسكوا الأشرعة بقوة، لا تدعوا الرياح تسيطر علينا. واجهنا عاصفة هوجاء كادت أن تغرقنا، لكن بفضل التعاون والشجاعة تمكنا من النجاة. انظروا، هناك كنز مخبأ هنا، يجب أن نكون حذرين، ربما يكون هناك فخاخ. وصلنا إلى جزيرة أخرى تبدو أكثر أمانا. وجدنا كنزا ثمينا، لكننا اكتشفنا أنه كان محروسا بمخلوقات غريبة. اضطررنا للقتال والتخطيط بحذر للحصول على الكنز والعودة به إلى السفينة. هكذا كانت رحلتي الأولى يا بني. كانت مجرد بداية لمغامرات السبعة. لقد كانت رحلة مليئة بالمغامرات، لكني تعلمت الكثير. هكذا كانت رحلتي الأولى يا بني. كانت مجرد بداية لمغامرات السبعة، لكن هذه القصة تعلمنا أنه بالشجاعة والذكاء يمكننا التغلب على أي صعاب. قصة رائعة يا جدي، لا أطيق الانتظار لسماع باقي مغامراته. ستكون هناك قصص كثيرة أخرى يا سندباد، لكن لكل شيء وقته. In the end, I thank Jason for your follow-up. We hope to subscribe to the channel and activate the bell button, and do not forget to like. We also await your support through the super chat and the thank you feature.